فاغلب السوريين اللي كانوا مغادرين خارج البلاد عادوا الى البلاد وصححوا حركاتهم. مين بقي عندنا نحن ما صحح حركته او ما صح او ما سجل حركه دخول وخروج على البلد؟ هم الاشخاص اللي كانوا اذناب النظام السابق او فلول النظام السابق. إذا كان هذا الشخص بيمثل الحكومة فأنا أول معارض للحكومة، حتى لو قدمت اعتذار. المشكلة ما بالاعتذار، المشكلة إنك أنت بمنصب حساس محسوب على الحكومة، يعني أنت عم تسيل الحكومة وعم تسيل الثوار اللي قدمت وضحت. كثر خيرك والله طلعنا معك فلول وأذناب النظام. تارك الشبيحة عم تسرح وتمرح بالشوارع وبدك أنا نرجع على البلد؟ أنا كيف بدي أمن على حالي إذا رجعت على البلد إنه الشبيحة ما تقتلني؟ كيف بدي أمن على عائلتي وأولادي وأنت لسه ما حققت العدالة الانتقالية؟ لسه ما تأمن أدنى مقومات الحياة الكريمة للشعب السوري؟ لسه الناس بالخيام بعد سنة من التحرير عم تعتب على الناس ليش ما رجعت؟ طالع عم تدافع عن قراركم يلي غلط بغلط. كان جواز السفر 6 سنين عملتوه 2.5 سنين، ليش؟ رجعتوا مثل ايام نظام الاسد 2 سنين؟ يعني السوري المغترب يلي عنده عيلة بده يحطوا لك كل 2 ألف دولار، هي غير علقة الأوراق واستخراجها والبيروقراطية تبعكم. اعتذارك مقبول، سامحناك بالآخرة، بس بالدنيا لازم يقيلوك وتتراجعوا عن القرار، لأنه قرار ظالم ومجحف. بنعرف خزينة الدولة فاضية وبدكم تملوها، أخي نحن معكم، بس ما هيك، في مليون طريقة بتملوها. عندكم أمراء الحرب صادروا أموالهم، ما تملوها حساب بؤس الشعب. اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد. السلام عليكم.